أولا أخي أسعد وأكون مباشرة. تفضل أخي سليم. تفضل أخي سليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لأسعد شرعي وتحية للتوانسة الكل والعباد اللي تتفرج في اللايف هذا. اليوم نشهد معناتها حدث غير مسبوق، معناتها اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء الغربية. معناتها فرحة في المغرب على ما أظن، أما أشفقوا عن النظام الجزائري، معناتها صرف ملايير الدولارات ولم يستخلص أي شيء. هذا من جهة. من جهة ثانية، أنا كتونسي وباسم الشعب التونسي أقول للجزائريين ما عادش تجونا لتونس، ولا نعترف بشيء بشرذمة اسمها بوليزاريو، ونطالب بالصحراء التونسية. لماذا تطالب بأن لا يأتي إليك الجزائريين؟ ما المشكلة؟ يا أخي عندنا لوتو، معناتها مستوى السيدة في ارتفاع، حاجة ماهيش نورمال في الحدود. نخاف على بلادي شبيه. اي يجونا لتونس يسرقوا ويكعكعوا في الجاردان، معناتها يعملوا كل شيء، حتى فلوسهم ما تقضيش. غلطة سياسية كبرى من قيس، تحالفنا مع الشيطان. أنا باش نقول لك العائق الوحيد للاتحاد المغربي هو الجزائر الفرنسية. سيبنا معناتها سيبنا المغرب. باش تحكي على المغرب، باش تحكي على قوة اقتصادية، باش تحكي على القوة الضاربة معناتها الحقيقية، وتحالفنا مع الشيطان يطبق أجندة فرنسا في شمال إفريقيا. هل تعتبر أنت الاعتراف الفرنسي يعتبر قاصمة الظهر للنظام الجزائري، صح؟ يعني هو باش نقول لك حقيقة، باش نقول لك أنا محايد خويا أسعد، أنا باش نحكي عن النظام الجزائري معناتها صرف ذمه. تعرف شنو ذمه؟ عملوا كل شيء، سخروا كل الوسائل لتقسيم المغرب ولم ينجحوا. هذا فشل ذريع، فشل ذريع. معناتها تعاند في دولة قوية، معناتها باش تحكي على المغرب، باش تحكي على المغرب باش يقتلك. شبيك؟ نتاو اخذوا الصحراء، نتاو باش يحكيوا على الصحراء الشرقية. نورمال النظام باش يكون خايف. نورمال. أنا باش نقولهم تاريخيا الصحراء مغربية، والمغرب يسير حتى في موريتانيا، هذه حقيقة. طيب ردود الأفعال عندكم في تونس يعني بالاعتراف الفرنسي كيف كانت رسميا؟ هل هناك ردود أفعال رسمية؟ ايه بيان سور، معناتها فما سياسيين يكتبوا في تويتر باش يقولوا الحقيقة. معناتها أنا سمعت أن هناك تصريح لوزير الخارجية التونسي، ربما أنه قرأ المشهد، والله أعلم، أنا لم أطلع على مصدر، لكن قيل لي هكذا أنه صرح أنه لا يمكن وجود اتحاد مغاربي بدون المغرب، وهذا رد على عمي تبون يا أسعد. تحكي على المروك، معناتها باش تحكي على قوة اقتصادية، باش نحكي لك نمبر 1 هو جنوب أفريقيا في الأفريق. هادو تحكي على دول قوية، باش نحكي الحقيقة، دول قوية اقتصاديا وحتى عسكريا. نحن في تونس نتفزعوا في المغرب، معناتها باش تحكي فورس ايكونوميك. تونس دولة مفلسة، باش نقولها لك من الآخر. المروك الجزائر قوة، ايوه، بس الجزائر قوة ضاربة ايضا، ولكم تحالفات قوية معها. يا اخي اسعد، انت تتكلم عن نظام عنده حكم ذاتي موسع فقط، نظام لا زال تابع لفرنسا. حتى أنا نحشم على روحي وقت نعرف روحي نعيش في أراضي الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قيس سعيد ربما أنه سيخسر المغرب، والله سيخسر المغرب قيس سعيد. يا أخي قيس لا يمثلني أنا كتونسي، أنا يقول لك لا يمثلني البتة. هو رئيسه. اي رئيسي، انا ما صوتش عليه. ربي يعينه، سي بون، سيب الرئاسه وخليها العباد اللي تفهم. تونس غلطت، يعني ثاني قلت لك تحالفت مع الشيطان، خاطر هم يعطونا في الفلوس تحت الطاوله برجوليه. هذا موضوع السيده، يعني هل هو رائج عندكم في تونس ولا انت فقط تقول هذا موضوع مرعب؟ موضوع مرعب، معناتها يجونا من الجزائر سنيهم طايحين، يجونا يتعالجوا في تونس. اما
ثم فازات معناتها سامحني على الكلمه مع ان القحبي على الاخر معناتها يجينا من الجزائر كميه شواذ ماهيش نورمال. يا اس او اس ما عادش تجونا خاطب حكومتك يعني كل حكومتك تسد الحدود يعني تسد تبلع. ايه حكومه جماعه الوبنه معناتها ما نحبش نحكي معاهم اما اني تونسي حر ونحكي الحقيقه. انت في تونس يا اخي انت في تونس ولا خارج؟ لا مانيش في تونس توا اني في المغرب. وصراحه يعني كان عندي اصحابي في الجزائر معناتها وكانوا يحكيوا برشا على المغرب اما وقت اللي شفت شنو توا المغرب حاجه كبيره معناتها ومانيش معرس بالمروكيه. انا تونسي وزوجتي تونسيه ونموت على تونس حتى النخاع. اما باش نحكي الحقيقه انتهى الامر. يمكن انت تقول هذا الكلام لانك تسكن في المغرب. هذا غلط. انا لم يجبرني احد. انا اقول الحقيقه. اقول الحقيقه. وقت اللي تشوف الجزائر تساعد معناتها في تونس هي باوامر فرنسيه. فما حاجه تحت الدفة. خلاص. طيب انت زرت الجزائر من قبل؟ بيان سور. وزرت المغرب؟ بيان سور. انا نعيش توا في المغرب. طيب اعمل لي مقارنه سريعه لو سمحت. من المقارنه هذا السؤال ماليش فو باك تو بوز سي جون دو كيسيون معناتها ماهوش سؤال غبي نوعا ما. سامحني اصعب. وين الغباء يا اخي ليش؟ اعمل لي مقارنه بين البلدين. لا اما موضوع الصحراء توا تاريخيا باش تقرا الصحراء هي تاع المغرب. لحظه لماذا هربت من موضوع المقارنه؟ لا مالكش نقارن خويا اسعد. شنو باش نقارن المغرب؟ باش نقارن المغرب مع الجزائر؟ قارن من حيث الجو من حيث الناس من حيث القوه الاقتصاديه من حيث نظافه المدن. قارن لنا باعتبارك انت ذهبت الى البلدين. ايه مدن معناتها في المغرب عندهم بيان اورغانيزي معناتها نظام كل شيء منظم معناتها. باش تمشي الجزائر باش تلقى لا بروميير دي شوز بس تلقى دي ديشي معناتها شنو الازبال. مشكله عندهم كبيره برشا الازبال. فازة اخرى معناتها العباد ماهيش قاريه معناتها يقولوا في تونس ماهيش دارسه. طيب الجزائر. طيب انا ساسالك سؤال اخير. سامحوني اصحاب الدور ولد العاصمه. انت تونسي اوكي. شوف سؤالي واضح. انا سالته للاخ كونغستر ما رد. كنت اريد ان اسال ادم عنده صداع. الان المغاربه وانا وانت نقول انه تبني الجزائر لقضيه البوليزاريو هذه ومحاوله جعل فتنه في المغرب وفصل الصحراء عن مغربها كانت تتم. وهذا ايضا لولد العاصمه يحطه معه في التعليقات لما يجي دوره يرد عليها. الان احنا كنا نقول انه فرنسا من تدفع الجزائر لكي توجد هذه الفتنه وتدعم البوليزاري وتحاول تقسم المغرب. الان فرنسا اعترفت. ما هي ردود الافعال؟ هل ستعطي اوامر للجزائر انه سد الملف؟ انا باش نقول لك فرنسا اول ما فعلت هو شوف فما رد فعل من الحكومه الجزائريه وقبل الاعلان الرسمي حتى. وعليه معناتها عليه فرنسا بعثت للجزائر باش نقولوا الجزائر دوله الجزائر باش نقولوا الجزائر دوله اوكي. وفرنسا دوله. عليه فرنسا بعثت للجزائر وحدها. بعثت لها ان الاعتراف سيكون رسميا معناتها. يعني لحظه فرنسا ابلغت الجزائر بالموضوع. اي فما رد فعل من الجزائر قبل النطق الرسمي من الوزير الخارجيه. يعني من اذاع الخبر هي وكاله الانباء الجزائريه. يعني يقول لك فما اعلان من الجزائر يقول لك معناتها فرنسا سوف تتحمل معناتها عواقب القرار وكذا خاطر الجزائر يعني من باب نحيطكم علما. يعني نحيطكم علما اننا سنعترف. شفت في فرنسا شفت اعمال الشغب نتاع السكك الحديديه. شفت شنو رد الفعل معناتها الجزائر معناتها كلها جواسيس يبعثوا لفرنسا ويبعثوا لكل شيء معناتها. شفت اعمال الشغب في فرنسا. والله انت الان اثرت الي تساؤل اخر. لماذا فرنسا تحيط الجزائر علما؟ يعني ايش معنى فرنسا تحديدا؟ لانه سامحني باش نقول لك سامحني اسعد اما باش نقول لك حقيقه ما نحبش خويا باش نقول لك الجزائر مقاطعه فرنسيه من الاخر. يعني هكذا يتعاملوا معها. بيان سور ديبارتمون فرونسي خاطر هما حتى في اتفاقيه ايفيان مع لي زاكور نتاع ايفيان
كل شيء موثق معناتها، فما اتفاقيات خرجت للعلن معناتها، وفضحت المستور في 2023 2023 فضحت المستور معناتها، وقريتها ورقه ورقه وعرفت كل شيء. هاي موجوده في موقع الامم المتحده. اوكي انا اشكرك اخي الكريم، شكرا جزيلا لك اخي سليم، وابقى معنا ابقى معنا اذا لحد له رد عليك، لانك قلت كلاما ثقيلا، واتمنى الا تخرجوا النقاش. اذا طلع جزائري لا يهاجم لي التونسي. اليوم موضوعي ليس السيدة وليس الحدود التونسية الجزائرية ولا حاجة، موضوعي هذا ماذا يعني، ماذا بعد اعتراف فرنسا بالنسبة للجزائر؟ كيف ستتصرف الجزائر؟ أنتم كمغاربة، وهذا السؤال أتمنى ولد العاصمة يفتتح الكلام به، كنتم تقولون فرنسا هي السبب ونحن نحارب فرنسا وما الجزائر إلا أداة، وتبون ورؤساء الجزائر يتلقون أوامر من ماما فرنسا أنه ادعموا البوليزاري وقسموا المغرب. الآن فرنسا اعترفت، ماذا بعد؟ تفضل يا ولد العاصمة. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أسعد، وتحية للحاضرين جميعا معنا في الجيست، والإخوان داخل اللايف، والإخوان المشاهدين أيضا عن طريق اليوتيوب، تحية للجميع. سمعتك قبل قليل يا أسعد حينما أردت افتتاح اللايف قلت للمشرف أنا سأقوم بإصعاد هذه المرة، وبعدها تكلف أنت. أعلمته بذلك أليس كذلك؟ فتحت له المجال وأعلمته بقرارك. من المفترض أن يستمع لك أليس كذلك؟ مفترض، يعني ما فيش عليه ضغوطات بالذات. طبعا يعني ليس، نعم، فتحت له باب الحرية في اختيار من كذلك فعلت فرنسا مع مقاطعتها ما وراء البحار. لا يا رجل، لا هذا الاستدلال صحيح مستحيل يا رجل. لا اسمعني جيدا يا سعد. أنا حينما أريد أن أتخذ قرارا في منزلي أعلم الأهل المقربون من معي في المنزل سأفعل كذا وكذا، من باب الإخبار ليس من باب الاستشارة. وبحكم أنني رب هذا البيت فهم عليهم الطاعة، إلا العاق منهم فيقول لي لا، هذه المصاريف لا تكفيني اليومي أو شيء من هذا القبيل. ما فعلته فرنسا مع الجزائر هو إخبار مقاطعتها ما وراء البحار أنني سأتخذ هذا القرار، وأنا أعلمك ولا أستشيرك. هذه من ناحية. الآن سنعود للموضوع. لحظة، هل فعلا الخبر جاء من وكالة الأنباء الجزائرية؟ هي من نشرت الخبر صح؟ ولست أنتم؟ وزارة الخارجية الجزائرية من نشرت الخبر ثم سحبته. نعم، سحبته من الموقع وتركته في الموقع الرسمي في تويتر وغيره من المواقع. صافي، أوكي. إذا تفضل. أنا أريد أن أسأل أخي كونغ ستار، ماذا قدم المغرب لتونس وماذا قدم المغرب لموريتانيا لتصفعكم هذه الصفعة في أسبوع واحد إضافة إلى فرنسا؟ أنت نسيت نقطة مهمة. تونس ماذا عن تونس؟ أي صفعة جاءت من تونس؟ نحن نقول دائما بأن النظام التونسي لا يعادي المغرب، وأن ما وقع هو خطأ بسيط سوف يتم تداركه. وما خطاب وزير خارجية تونس؟ ما هو الخطأ؟ تقصد أنت استقبال قيس سعيد نعم. أيوه. وما تصريح وزير خارجية دولة تونس الشقيقة الذي قال بأن لا اتحاد عربي إلا ب5 دول، هو ضرب طعن في الظهر للنظام الجزائري الذي يروج منذ مدة لبناء مغرب عربي مع تونس وليبيا فقط. موريتانيا اعتذرت وليبيا أيضا اعتذرت، ثم جاء الدور الآن على تونس ليجد عمي تبون نفسه وحيدا حزينا، بنى قصرا في الرمال وجاءت الأمواج وذهبت به هباء. أما موريتانيا الشقيقة، أنت تعلم بأنه تم التصويت على منع حضور البوليزاريو في اجتماعات الإفريقية مع الدول الأخرى، مع الشراكات الأخرى. أيوة. الوحيد الذي كان قادر على إيقاف القرار هو الدولة المستضيفة وهي موريتانيا، لأن لديها حق الفيتو ولم تفعل ذلك. والجزائر غاضبة وتستشيط غضبا من النظام الموريتاني. النظام الموريتاني نظام عاقل براغماتي، يبحث عن مصالح بلده، يبحث عن تنمية هذه الدولة
أن لها موقع استراتيجي، وقيادتها تعلم جيدا أن مستقبلها مع المغرب وليس مع دولة على أهبة التفكك والانقسام. ما تم قبل هذا الأسبوع. لحظة ولد العاصمة، أنت الآن فتحت لي أنا كنت أفكر أنه تصريح السفيرة الأمريكية ومنع البوليزاريو من حضور اجتماعات الاتحاد الأفريقي مع الشراكات الأخرى واعتراف فرنسا، أنت الآن أضفت تونس وموريتانيا، معناته يعني وكأننا أمام مخاض لإنهاء هذا الملف، يمكن إنهاؤه دبلوماسيا موضوع الصحراء. هل أنا مصيب في هذا الأمر؟ لأنه الآن الجزائر معزولة في هذا الملف، قاعدة وحدها مع إبراهيم غالي. أنا أبشرك سنفتح لايف في الأيام القادمة لنتحدث عن الاعتراف الصيني والروسي وأيضا الاعتراف البريطاني، لتكتمل جميع الدول التي تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن لتنهي اعترافها بقضية الصحراء ويطوى هذا الملف ولا يروى مرة أخرى. المسألة محسومة منذ مدة. اعتراف فرنسا هو تحصيل حاصل. فرنسا طردت من إفريقيا كاملة، والأنظمة الثائرة طردت فرنسا التي استغلت الأفارقة عشرات السنين، سرقت ثرواتهم وقامت بفرض أنظمة ديكتاتورية عليهم، وزودت الجماعات المسلحة بالسلاح وأراقت الدماء. فرنسا خرجت ذليلة من إفريقيا وتبحث لها عن باب للعودة إلى إفريقيا من جديد، لكن بعقلية جديدة خالية من الفكر الاستعماري المتوحش، تبحث عن دولة تحظى بثقة الأفارقة. نعم، خليني استفيد منك. يعني متى تمت هذه الطبخة؟ يعني مستحيل انه فرنسا السفيرة الأمريكية من الداخل تصرح، كان باستطاعة السفيرة الأمريكية أن تتجاوز السؤال، لكنها تعمدت أن تقول لهم، وهي سفيرة أمريكا في الجزائر، وفرنسا تعترف، وموريتانيا لم تستخدم حق الفيديو مع البوليزاري، ووزير خارجية تونس. هذا الطبخة متى تمت وكيف تمت وما هو المقابل؟ هل هو كما قال هذا كونغستر دفعتوا أموال، ولا كيف نتجت هذا النجاح الدبلوماسي؟ نحن لسنا قوة ضاربة، نحن لا نمتلك الأموال لنعطيها للدول. الدول التي شهد العالم بأنها تشتري ذمم الدول هي الجزائر، التي تترك شعبها في مسيس الحاجة إلى المواد الأولية وترفع الديون عن الدول الإفريقية لتعترف لهم بالبوليزاريو، فيتم إعفاؤها من الديون، ثم تعود مرة أخرى لتقف في صف المغرب ويذهب المال الجزائري مهب الرياح. المغرب ما يدفع أموال. المغرب كما فعلنا مع إسبانيا من قبل، إيقاف التصدير والاستيراد، إقفال المعابر، الضغط الاقتصادي، إيقاف عملية مرحبا التي كان يأتي المغاربة من إسبانيا إلى المغرب بالملايين، وهي أكبر هجرة بشرية تتم سنويا. خربت الاقتصاد الإسباني وجعلت جنوب إسبانيا مدمرا اقتصاديا وعلى الحكومة المركزية، مما جعل إسبانيا تبحث عن مصالحها. كذلك الآن مع فرنسا حرمت من مشاريع كبرى استثمارية في المغرب، وتم لي ذراعها بطريقة ذكية جدا من النظام المغربي. يعني ضغوط اقتصادية أكثرها، اقتصادية وسياسية أيضا. الآن فرنسا تعلم جيدا بأن ترامب عائد، وترامب علاقته بالمغرب الكل يعلمها جيدا، وهو أول من صرح بسيادة المغرب على صحرائه، والسفارة الأمريكية في الصحراء المغربية قادمة مع عودة ترامب. فرنسا وقعت في مأزق أنها راهنت على الجزائر لتدخل إلى الأسواق الإفريقية، لكن وجدت أن الجزائر دولة فاشلة لا تمتلك استراتيجية لا سياسية ولا اقتصادية مثل المغرب، بل هي مطرودة
ورأينا تصريحات قادة الانقلابات في مالي وفي بوركينا فاسو وفي الغابون وغيرها، كلهم أبدوا عداء منقطع النظير للنظام الجزائري الذي وصفوه بأنه نظام عميل لفرنسا، في حين أن علاقتهم بالمغرب كانت علاقة طيبة، لأن المغرب لا يستغل هذه الدول بل يدخل معها في شراكات رابح. وهنا فرنسا تبحث عن دولة قوية، ولن تجد في إفريقيا دولة استطاعت أن توطد علاقاتها مع جميع الدول الإفريقية حتى التي تعترف بالبوليزاريو. حتى لكن ودي العاصمة آخر لقاء جمع تبون بماكرون كانت الأمور حميمية لدرجة أننا لا نستطيع أن نعد عدد القبل، يعني كانت الأمور على ما يرام. الغاز والبترول. شوف يا أسعد، حتى نكون واضحين، الجزائر احنا نقولوا في المغرب الكلب ما يحب إلا خناقه الذي يخنقه، لا يحب إلا هذا الذي يخنقه ويضع رأسه في التراب. ألم يصرح ماكرون هذا بأنه لا وجود لأمة جزائرية قبل دخول فرنسا؟ ألم يسحبوا السفير شهر وشهرين وأعادوه ذليلا دون أي اعتذار؟ ألم تخرج تسريبات ماكرون يصف فيها القيادة الجزائرية بأنها ضعيفة ولعبة في يد العسكر، وبل بالساذجة وبألفاظ أتحاشى قولها؟ أين موقف الجزائر؟ هل قطعت؟ طيب سؤال سامحني باني قاطعك عشان استفيد من وقتك. اخر سؤال لك يا ولد العاصمه، هل ستؤثر هذا الاخفاقات التبونيه انجاز التعبير وهذا العجله وهذا الفشل الدبلوماسي الذريع، يعني 6 صفعات في اسبوع، هل ستؤثر على الانتخابات القادمه؟ قد ربما اسالك سؤال، هل اصبح تبون عبء على فرنسا وتريد ان تتخلص منه في الانتخابات القادمه؟ هل ستتاثر انتخابات تبون؟ شوف يا سعد، أنا أعتقد أنهم سيجدوا شخصا أفضل من تبون لتمرير كل ما تريده فرنسا في الجزائر. أكيد أنها لن تتخلى عنه، لأن تبون قدم الشيء الكثير ليس لفرنسا فقط، لأوروبا. إيطاليا وقع معها عقود طويلة الأمد لتوريد الغاز الجزائري بأثمان بخس مقابل أن لا تعترف بالصحراء المغربية، واعترفت بالسيادة المغربية على الصحراء بعد توقيع العقود. أنا لا أفهم، أليس فيكم رجل رشيد؟ أموالكم تذهب سدى، العالم الآن بأسره، كل الدول العربية. يا أخي قال لك أنه شعب مظلوم، يقول لك هذا الشعب الصحراوي شعب مظلوم، هذه عقيدة عندهم وهم مقتنعين بها، ما كيف تفهمهم؟ لا ليس الشعب، هذه من باب الإنصاف، ليس الشعب الجزائري. غالبية الشعب الجزائري يقول لك البوليزاريو يأكلون ثرواتنا. تخيل أن الطفل الجزائري يقف في الطابور وأبناء البوليزاريو يقضون العطلة الصيفية في إسبانيا بأموال الجزائريين. هذه لن تجدها في أي دولة في العالم. هل سبق